مرحبا بكم في قناة واش فراسك للأخبار. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة. كشفت مصادر محلية أن ثانوية عين الله بإقليم مولاي يعقوب شهدت بداية الأسبوع الجاري حادث اعتداء مروع راح ضحيته أستاذ يعمل بالمؤسسة المذكورة أثناء مزاولته لوظيفته. نفس المعطيات تشير إلى أن أستاذ مادة الرياضيات دخل في شجار مع تلميذ، حيث انهال هذا الأخير على الأستاذ بالسب والشتم والضرب، الشيء الذي خلف إصابة بليغة على مستوى العين اليسرى، خلف على إثره فقدان حاسة البصر للأستاذ. وأضافت نفس المصادر أنه تم نقل الضحية على الفور إلى قسم المستعجلات ليتبين للأطر الطبية أن خطورة الإصابة تسببت في فقدان الأستاذ لبصره. وفي هذا السياق، أعلن المكتب الإقليمي للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمولاي يعقوب أنه تلقى باستياء كبير خبر حادث الاعتداء الذي تعرض له أستاذ مادة الرياضيات بثانوية عين الله الإعدادية من خلال هجوم عنيف قام به أحد التلاميذ الجانحين بالمؤسسة، والذي انهال على الأستاذ بوابل من السب والقذف والضرب، الشيء الذي خلف إصابة بليغة على مستوى العين اليسرى، مما أدى حسب التقارير الطبية إلى جرح في القرنية أفقده حاسة البصر. ليصلك كل جديد، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة.